إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. فقد أمرنا الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى الناس، ومن هؤلاء جيراننا، فينبغي أن نحسن إليهم وأن نعتني بهم وأن نتقرب إلى الله بإكرامهم. ولقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الإحسان إلى الجار من أسباب البركة في العمر والتوفيق للطاعة. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. رواه أحمد وهو في الصحيح الجامع. وفي حديث آخر يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن حسن الجوار من الأسباب الجالبة لمحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أضياف من البحرين، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوئه فتوضأ، فبادروا إلى وضوئه فشربوا ما أدركوه منه، ومن صب منه في الأرض فمسحوا به رؤوسهم ووجوههم وصدورهم. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعاكم إلى ذلك؟ فقالوا: حبا لك لعل الله يحبنا، حبا لك لعل الله يحبنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على 3 خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. والحديث مخرج في الصحيحة. قال مجاهد رحمه الله: كنت عند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وغلامه يسلخ شاة، فقال: يا غلام، إذا فرغت، يعني من سلخ الشاة، فابدأ بجارنا اليهودي، يعني فهد له منها. قال رجل من القوم: اليهودي أصلحك الله؟ كأنه يستغرب كيف يقول عبد الله بن عمرو لغلامه: ابدأ بجارنا اليهودي. فقال عبد الله: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بالجار حتى خشينا أنه يورثه. والحديث في الصحيحة. والإحسان إلى الجار من خصال الإيمان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. رواه الترمذي وهو في الصحيح الجامع. قال: وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. وقيام الليل وصيام النهار من أعظم الأعمال الصالحة،
لكنهما لا يمحوان الذنوب التي تترتب عن أذية الجار. هذا في من كان يقوم الليل ويصوم النهار، فكيف بالمفرط الذي أفرط على نفسه في الذنوب ثم هو يؤذي جيرانه بالغناء الماجن الخبيث وأصوات الموسيقى طول الليل حتى أن الأرض تكاد تزلزل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تقوم الليل وتصوم النهار وتتصدق وتفعل وتؤذي جيرانها بلسانها، قال: لا خير فيها، هي في النار. قيل يا رسول الله وفلانة تصلي المكتوبة فقط وتتصدق بالأثوار من الأقط، صدقتها قليلة، الأثوار من الأقط قطع من اللبن المجمد، قال: هي من أهل الجنة. والحديث في صحيح الأدب المفرد. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من جار السوء لأنه شر وشؤم وبلاء. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من جار السوء ومن زوج تشيبني قبل المشيب ومن ولد يكون علي ربا ومن مال يكون علي عذابا ومن خليل ماكر عينه تراني وقلبه يرعاني، إن رأى حسنة دفنها وإن رأى سيئة أذاعها. رأى حسنة دفن يعني كتمها وأخفاها، وإن رأى شيئا لا يعجبه من صديقه أذاعه ونشره. والحديث رواه الطبراني وهو في السلسلة الصحيحة. واعلموا أيها المسلمون أن خير الأصحاب عند الله منزلة وأعظمهم ثوابا خيرهم لصاحبه، وخير الجيران منزلة عند الله وأعظمهم ثوابا خيرهم لجاره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي وهو في صحيح الأدب المفرد. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. والحديث مخرج في صحيح الأدب المفرد. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل الجار وعظم حرمته، كما بين أن الساعة لا تقوم إلا على المعاصي ومظاهر الفساد حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه. ومن علم بسوء حال جاره وفقره وفاقته وأنه لا يجد طعاما يشبعه ولا كسوة تواري سوءته وكان قادرا على إعانته وتلبية حاجته فلم يفعل، فالويل له من الجبار والويل له من القهار. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: لقد أتى علينا زمان وما أحد أحق بديناره ودرهمه من أخيه المسلم، ثم الآن الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كم من جار متعلق بجاره، يعني يوم القيامة، يقول: سل هذا لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. يقول لله عز وجل: يا ربي سل هذا الجار لما أغلق عني بابه ومنعني فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته الغر المحجلين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كان سعيد بن العاص
مشهورا بكرمه وحسن خلقه، فهو يسأل عن جاره ولا يبخل بتقديم العون إلى من جاء إليه. وكان له جار فقير طيب، فساءت أحوال ذلك الجار الطيب الفقير، ساءت أحواله المادية، فاضطر إلى بيع داره، فسئل عن ثمنها قال 40,000 دينار. قالوا إن دارك تساوي أقل من نصف هذا المبلغ، أقل من نصف هذا المبلغ. قال أعلم ذلك، ولكني أريد أن أبيع مع الدار جوار سعيد بن العاص، وكلكم يطمع في جواره. قالوا وهل يباع الجوار؟ قال نعم. فسمع بذلك سعيد بن العاص فأرسل إليه ب100,000 درهم وقال أمسك عليك دارك فإني لا أرضى بجوارك بديلا. ودخل الحسن على أحد جيرانه، حسن البصري رحمه الله، وكان جاره مجوسيا، فوجده يجود بنفسه عند الموت، وكان حسن الجوار، حسن الخلق، حسن السيرة ذلك المجوسي. فقال الحسن فرجوت الله أن يميته على الإسلام. يقول الحسن فقلت كيف حالك؟ قال قلب عليل ولا صحة لي، وبدن سقيم ولا قوة لي، وقبر موحش ولا أنيس لي، وسفر طويل ولا زاد لي، وصراط دقيق ولا جواز لي، ونار حامية ولا صبر لي، وجنة عالية ولا نصيب لي، ورب عادل ولا حجة لي. يقول الحسن قلت فلم لا تسلم حتى تسلم؟ قال يا شيخ إن المفتاح بيد الفتاح، والقفل ها هنا، وجعل يشير إلى صدره. ثم أخذته غشية، أغمي عليه. فقال الحسن قلت إلهي إن كان قد سبق لهذا المجوسي عندك حسنة فعجلها إليه قبل أن تفارق روحه جسده. قال ثم أفاق من غشيته وفتح عينيه وقال يا شيخ إن الفتاح أرسل المفتاح، أمدد يمينك. قال فمددت يدي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم لفظ أنفاسه وفارقت روحه جسده ومات رحمه الله. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يحسن إلى جاره، وأن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا ديننا التي هو عاقبة أمرنا. اللهم إنا نسألك أن تصلح لنا آخرة التي هي عاقبة أمرنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. الحمد لله رب العالمين.